فذرني ومن يكذب بهذا. بس اعطينا محاولة الله يوفقك. يلا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نكمل معكم رحلتنا بسوريا. إذا ما شفتوا فيديو السفر الأول رح أحطلكم رابط الفيديو بالوصف، روحوا شوفوه بالأول حتى تتابعوا الرحلة معنا من بدايتها. واليوم رح فرجيكم شو عملنا بتاني يوم والأيام اللي بعده. أول شي كنا معزومين عند خالد زوجي، والله ما قصروا معنا أبدا، الله يجزيهم كل خير ويعطيهم ألف عافية على كرمهم وضيافتهم. قضينا عندهم نهار كتير حلو، وأنا صورت لكم هيك شوي من الأجواء. والله بيتخدى. وهون حبيت فرجيكم شوي من الحديقة عندهم، كانوا زارعين هيك زيتون وشجر ونباتات، والصراحة المكان كان كله أخضر وبيشرح القلب. وكمان كان عندهم أرانب ودجاج، فقلت صوركم ياهم لأنه لفتوا انتباهي وحبيت شارككم هالأجواء البسيطة والحلوة. وهي معلومة أنا ما كنت بعرفها من قبل، ويمكن في منكم كمان أول مرة بيسمع فيها، إنه أنثى الأرنب قبل الولادة غالبا بتنتف شوي من وبرها وبتجهز عش لصغارها مشان هيك يتدفوا. ابوس وصل علي. عشان بس احنا زهقانين من فوق اسفل. هاي محلاية يجي هذه شو عم تطموا هي ما بتطعموا شيء؟ لا نحن شو وقعت انت؟ وين روحتي؟ وبعدين طلعت على السطح، وكانت الإطلالة عن جد بتجنن. البيت بمكان مرتفع، فكان في منظر كتير حلو على الجبال، فقلت صورلكم شوي من الإطلالة. تاني يوم قررنا نطلع نتغدى بمطعم قريب من الشاليه، وأكتر شي عجبني فيه إنه كان مطل مباشرة على البحر. قعدنا واستمتعنا بالأكل وبالجو، بصراحة الأكل كان كتير طيب، والخدمة كانت كتير منيحة. وكمان في شغلة عجبتني إنه فيك تروح وتنقي السمكة اللي بدك إياها بنفسك، وهن فورا بيعملوا لك إياها على طلبك. الطبقات أنا زنقلها فيهم. وبعد الغداء رجعنا استنينا لحتى تخف هيك شوي الشمس، وبالمسا نزلنا على البحر. ما بعرف إذا الكاميرا وفت المنظر مثل ما كان بالحقيقة، بس عن جد كان المكان أروع بكتير على الطبيعة. باليوم الثالث من وصولنا لسوريا كنا قاعدين بالشاليه، وجت لعنا خالد زوجي، قعدنا سوا وشربنا قهوة وفطرنا مع بعض، وبعدها راحت. وبعدها اجت خالد زوجي التاني لعنا، وقررنا نطلع سوا ونتمشى ونشوف شوي من جمال اللاذقية. أول شي رحنا لبرج سلام. أكتر شي لفتني المكان وجماله وطبيعته. المنظر من هون كان مميز جدا، وخاصة الفتحة اللي بتوصلك مباشرة لإطلالة البحر، بتحس قديش الطبيعة عملت مكان حلو ومختلف. بس بنفس الوقت بحزن لما نشوف أماكن بهالجمال وما تكون محافظة على نظافتها بالشكل الكافي.
هاي أماكن تستاهل اهتمام أكتر من الجميع، لأن نظافة المكان هي اللي بتحافظ على جماله وبتخلي الناس تستمتع فيه أكتر. نتمنى تضل هالأماكن نظيفة وحلوة مثل ما هي بالطبيعة. بعدها كملنا جولتنا ومرينا على منطقة اسمها ابن هاني باللاذقية، وهي من المناطق المعروفة والهادية المطلة على البحر، سميت نسبة للقائد البحري ابن هاني، واليوم تعتبر من الأماكن اللي بحب أهل اللاذقية وزوارها يمروا عليها ليستمتعوا بإطلالة البحر والأجواء الجميلة، خصوصا وقت الغروب. بس نحن للأسف ما قدرنا ننزل ونتجول فيها، فكانت جولتنا سريعة بالسيارة، بس حتى من الطريق كان المنظر كتير حلو، وصورت لكم شوي من اللقطات حتى تشوفوا جمال المكان. وإن شاء الله إذا رجعنا مرة تانية بتكون إلنا زيارة أطول ونستكشفها بشكل أفضل. وبعدها ختمنا طلعتنا بزيارة مطعم الجغنون، من الأماكن المعروفة باللاذقية. أكتر شي عجبني فيه القعدة والجو، خاصة إنه القعدة كانت حلوة وهادية، كمان الخدمة كانت كتير مرتبة والاهتمام بالزباين واضح من طريقة تقديم الطلبات لحتى التفاصيل الصغيرة، حتى لما يحطوا الأكل على الطاولة بيجوا بيساعدوا بيسكبوا لكل شخص، وهي من الشغلات بسيطة بس بتفرق كتير. والأجمل إنه بالنسبة للخدمة والترتيب والنظافة ما توقعنا تكون الأسعار بهالشكل المناسب، يعني بتحس إنك أخذت تجربة حلوة مقابل السعر اللي دفعته. وطبعا من الأطباق اللي بنصح فيها وبشدة لما تروحوا على هذا المطعم هو هذا الطبق، هو عبارة عن باذنجانة مشوية وحاطين لها حمض وزيت وملح، بس الطعم خيال. بعدين آخر شي حطولنا ضيافة واللي هي عبارة عن قطع كاتو. نحن قاعدين بالمطعم كان في خطبة أو كتب كتاب رح تبدأ، الزينة كانت جاهزة وشكلها كتير حلو، بس مع الأسف مشينا قبل ما تبدأ المناسبة وضل عندي فضول أعرف كيف كانت الأجواء. بآخر اليوم طبعا ما خلصت طلعتنا هيك، مرقنا واشترينا شوي نقرشات وبوظة وقعدنا ناكلون ونستمتع بآخر اليوم. ما شاء الله عم بتشوفي سمك. بعدها رحنا على النبعة بمنطقة البدروسية، بصراحة المكان كان كتير حلو هادي، في نبعة مي وعاملين حواليها جلسات، فإذا بدكم فيكم تقعدوا على الطاولات العادية أو حتى تقعدوا بالطاولات والكراسي جوا المي وتحطوا إجريكم فيها. نحن كمان جربنا إنه نحط رجلينا بالمي، والمي كانت كتير باردة بس إحساسها كان حلو، خاصة إنه الجو كان شوب. بيعمل الطايب رجل بليغ قوي ملهم حرفه بسرعة عايدة. ما شاء الله. هاتي سبلة. لا عم صفر صار لما نغص فيها. شوف. تعال بيدا. شيك بدو. عيني طعمي شربونا بقى. وبعد ما خلصنا من النبعات رجعنا مع بيت خالد زوجي وقضينا باقي اليوم سوا.
نزلنا تسبحنا كلياتنا واستمتعنا بآخر النهار. كانت من أجمل اللحظات والأوقات لأنها كانت مليانة لمة وضحك وذكريات حلوة. وهيك بتكون خلصت أول أيام رحلتنا بسوريا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وإذا حبيتوا هيك نوع من اليوميات خبروني بالتعليقات شو أكتر فقرة عجبتكم، وما تنسوا اللايك والاشتراك حتى ما يفوتكم باقي أجزاء الرحلة. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.